سعادتك ما طولتش. خير؟ ربنا كان ميسرها لنا المرة دي. ايه، لحقت تجيب عودة؟ عودة ما هواش بالسهولة اللي انت متصورها. امال ايه اللي حصل؟ كل اللي حصل ان احنا لقينا الطعم اللي هنجرجره بيه على مصر، لانه طول ما هو عايش في الجبل مش هنعرف نطوله. يعني هترجع البراري تاني؟ ما افتكرش، لان الراجل كتر خيره اداني نمرة تليفونه هناك. ووقت اللزوم هتصل بيه واقول له على كل اللي حصل. راجل مين؟ عودة يا فندم. انت قابلته؟ واتصاحبت عليه، وانا نازل دلوقتي اخلص له مهمة. كلام ايه ده؟ ايه؟ بص قدامك. هتجيب عودة ازاي هنا في مصر؟ كهرمان هاني. كهرمان؟ سيادتك بتهزر؟ هو ده بتوعه. خلاص يا فندم، اللي تشوفه. اتصل لي بيها وهاتها لي في الشيراتون. حاضر يا فندم. الو، امينه. فريد، انت فين يا فريد؟ وحشتنا قوي. وانتوا وحشتوني اكتر. وازاي طارق؟ طارق طول النهار بيسأل عليك. انتي عامله ايه؟ وبتقضي وقتك ازاي؟ انت بتتكلم منين؟ طب ما تيجي تزورنا بدل انت في مصر. طب نيجي لك احنا. وده معقول؟ طب اسمعي، انا هكون في الشيراتون بعد ساعه، اوضه 10-17، تجيلي على هناك. لا لا لا، من غير طارق. هو كمان وحشني قوي، بس انت عارفه الظروف. اسمعي، بقول لك ايه، تعالي لي بالفستان اللي بحبه. ها؟ يعني يا دكتور اطمن على نفسي صحيح؟ يا راجل قلت لك ما تخافش، كل اللي حصل ان الحادثه اثرت على نفسيتك، وده شيء طبيعي جدا يعني. بيني وبينك يا دكتور انا اتعقدت من الليل. عشان كده قلت لك لازم تاخد عروستك وتسافر في اي حته تانية تقضوا فيها شهر العسل، واول ما تبعد من هنا هتنسى الحادث وتستريح، وكل شيء يبقى طبيعي جدا. ربنا يطمنك يا دكتور. ها، استاذن انا بقى. اتفضل اتفضل. مع الف سلامه يا دكتور. شكرا. متشكر. عاجز على الشكر. شكرا. مع السلامه. خير، الدكتور قال لك ايه؟ لا خلاص اطمني، انا صحتي زي البوم، بس لازم نغير جو البيت. يعني ايه؟ يعني نسافر اي حته نقضي فيها شهر العسل بعيد عن التوتر اللي احنا فيه ده. صباح الخير يا فندم. صباح النور. النقيب عز الدين وهبي من المباحث الجنائيه. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم اتفضل. ان شاء الله تكونوا قبضتوا على المجرم. ان شاء الله هنوصل له قريب. اتفضل استريح يا فندم. اتفضلي. ممكن لو سمحت اكلم المدام على انفراد؟ ممكن طبعا، انما انا عايز افهم هي ايه الحكايه،
كل واحد ضابط يجي يحقق في الموضوع يقول لي لو سمحت ممكن اكلم المدام على انفراد، انا عايز افهم ايه الحكايه. معلش يا خليل، سيبنا شويه. حاضر يا ستي. تحت امرك. انا عايزك تيجي معايا لو سمحتي. خير، في حاجه؟ لا، هو موضوع ما اقدرش اكلمك فيه هنا. موضوع ايه؟ موضوع عقده يا مدام. هي دي عقده اللي مش هنخلص منه ابدا. من فضلك يا هانم البسي هدومك وتعالي معايا بسرعه. بس الحكايه دي بتنرفز خليل. يا مدام احنا بنعمل لمصلحتك وبنشوف شغلنا. ده ابتدى يشك فيا. معلش، حاولي تقنعيه بلباقه انك تيجي معايا. انا عارف طبعا ان موقفك حساس، لكن ما باليد حيله. هنعمل ايه؟ حاضر، بس من فضلك اديني فرصه نص ساعه وانا اجيلك على المكتب. واو كذلك. عن اذنك يا مدام. اتفضل. مع السلامه. هي ايه الحكايه بالظبط؟ اشمعنى انا مفيش حد بيحقق معايا؟ هقول لك ايه بس يا خليل، الموضوع بقى حساس جدا وحياتك في خطر. حياتي انا؟ ايوه، بس احنا ما كناش عايزين نقول لك، انما انت بقى اللي بتلح. حياتي انا؟ يعني حياتي في خطر؟ خليل، نعم. اوعى تخرج بره البيت. اروح فين ما دام المساله كده؟ طب ادخل انت بقى على اوضه النوم عشان تستريح. ربنا يفوت الليله دي على خير. خليل، نعم. اقفل عليك بالمفتاح كويس. حاضر. كهرمان، تلبسي اللي فوق الشبابيك. بس ادخل انت. وحشتني قوي يا فندم. انت اكتر يا امين. تعالي. انت ساكن هنا؟ لا، الاوضه دي تبع الامن بتاع الاوتيل. امال انت ساكن فين؟ قولي لي الاول، انتوا عاملين ايه؟ ولا حاجه، بقالنا اسبوعين بنطلع عليك القرف. وخالتي جايبالي عريس. ايه؟ ما انت عارف عيشه هانم مخها طائر. طب مش تستنى لما ال40 يعدي الاول؟ اهو ده اللي حصل. اتفضلي. عارفه، تجربه ظريفه اللي احنا عايشينها دي. قولي لي، مين اللي جاي يعزي فيا ومين اللي ما جاش؟ مش هقولك، مفيش داعي تزعل من حد. انا متاكد ان بيت خالي عثمان ما جوش. بالعكس بقى، دول جم وكانوا زعلانين عليك جدا. امال مين اللي ما جاش؟ مش هقولك، انسى الموضوع ده خالص. قولي، اخبارك ايه؟ عامل ايه في شغلك؟ عايش ازاي؟ لا، الشغل الحمد لله يعني متعب شويه لكن الحمد لله. النهارده اجازه. الورد والفاكهه والوجه الحسن. عيبك انك متجوزه ضابط بوليس. الو. ايوه يا عز، تتكلم منين؟ من تحت؟ لا لا، اسمع، طلعها لي بعد 5 دقايق. هي مين دي اللي يطلعها لك بعد 5 دقايق؟ الجو. ايه؟ اسف، انا كنت بهزر معاك. للاسف الزياره انتهت. ده شغل، فمش عايزك تعطليني وتلخبطي لي الدنيا. مع السلامه. فريد، امين، اسمعي الكلام عشان خاطري. مع السلامه. ما تنسيش تبوسي لي طارق. ها؟
نازله يا هانم؟ ايوه. انا لسه جاي من عند عوزة. نعم. وبيسلم عليك قوي. علي انا؟ ده هي لا تسلمه. شوفي، احنا رسمنا خطة عشان نستدرجه ونجيبه لحد مصر، وهنجيبه عندك في البيت. عندي انا؟ لا لا لا، ارجوكم كله الا كده. ما هو عشان ننقذك لابد من المخاطرة. بس هتجيبوه ازاي؟ كوسي بهدله. ما تخافيش يا هانم، احنا عاملين حساب كل حاجة. جوزك لا هيشوف ولا يسمع اي حاجة. الو؟ ايوه طالبينها. البداري مع سيادتك يا فندم. امر الله نفذ يا قريبي. ها، وتعيش انت في غريمك. الست كهرمان جنبي هنا وعاوز اكلمك. ازيك يا عود؟ عايزك الصبح تكوني عندي هنا. انا عايزاك انت اللي تيجي يا عودة. ما اقدرش اسيب المرحوم في البيت واجيلك. مرحوم، خلي صاحبي يقوم بواجب الدفنة. طب خد كلمه انت. بقول لك ايه، البر امان. ما تيجي تقعد لك كم يوم هنا في القصر بتاع الست، وعلى الاقل تساعدني في اجراءات الجنازه. فهمني؟ طيب انتظرني الصبحية، هكون عندكم الساعة 9 بالضبط. فين؟ عندها في السرايا طبعا. الله يسلمك، الله يسلمك. شكرين يا عمدة. اتفضل الشاي. تكرم. مالك مكشره كده ليه؟ هنفضح قدام جوزي. ما تخافيش، اطمني، انا عامل كل ترتيباتي. جوزك هيشرف عندنا شويه. ما تدخلش حد يا انس. مين هانم؟ ومالك سادد الباب كده ليه؟ مين الست اللي عندكم جوه؟ رجعت ليه تاني يا امينه؟ ما انا لازم ارجع. الست اللي عندك جوه اقدر اعرف مين هي؟ من حقي ان انا اعرف. كده؟ طب اتفضلي. اقدر اعرف مين حضرتك؟ امينه هانم، المدام بتاعتي. اهلا وسهلا. كهرمان هانم. في اللحظه دي حياتها في خطر، واحنا اللي بنحميها. ما اقدرش اقول لك اكتر من كده، بعدين هفهمك على كل حاجه. الحقيقه امينه هانم معاها حق. طب عايز انت بقى توصل كهرمان هانم لحد بيتها، انا بقى النهارده اجازه. شكرا يا فريد بيه. العفو يا فندم. تصبحي على خير يا مدام. وانت من اهلك. اتفضلي. عن اذنك يا فندم.
ست امينه، هتبقى انت والشغل عليا؟ انا اسفه يا فريد. وكل يوم والتاني تعملي لي حركه من حركاتك وبعدين تقولي لي انا اسفه يا فريد؟ امينه، لازم يكون عندك ثقه فيا، وكمان لازم تكوني فاهمه طبيعه عملي. ما تزعلش مني يا فريد، بس انت كمان حط نفسك في موقفي. انا قاعده لوحدي واعصابي تعبانه اليومين دول. وحشني البرفان بتاعك. وانت وحشتني اكتر. تحبي نسهر بره ولا نخلينا هنا؟ انا ما اقدرش اسهر خالص. ليه؟ انت عارف ان انا ارمله و40 جوزي لسه ما جاش. بعد الشر عليا، انا لسه عايش. الف بعد الشر. بس انت عارف برضو انه بابا قاعد معايا في البيت مرابطني، لو اتاخرت هيعمل ايه حكايه. نعيم هيقعد على الاخر وحنت في الشنب حبتين. حاضر. نعيما عليك يا عودة، ربنا يقرب البعيد ويلم الشامع المغربي. هذا انت هو طخ مرتين في الهوا. تحية سبع الليل عبد الله اشدع راتب.
أمينة، كنت فين لحد دلوقتي؟ واحدة أرملة زيك لما تسيب ابنها وتسهر لنص الليل الناس تقول عليها ايه؟ متأسفة يا بابا. وهو انت خليتي اسف؟ وهيفيد بايه الاسف؟ يا بنتي احنا طول عمرنا ناس سمعتنا نظيفة. كنت فين؟ يا بابا كنت عند الدكتور، على ما جه دوري اتأخرت، وطبعا حضرتك عارف المواصلات. ايوه المواصلات، النهارده المواصلات، بكره مش عارف ايه. اسمعي، انا مضطر اقبل عذرك، انما يكون في علمك من هنا ورايح مش هتخرجي ابدا الا ورجلي على رجلك. مفهوم؟ حاضر يا بابا. الساعة كام دلوقتي؟ معك. مبكرين ساعة على الموعد. في ايه؟ متشوق لها كتير يا ولاد. هنيالك يا عريس. هنيالك. صباح الخير يا فندم. قاعد جدع اللي نايم فوق ده هنسيبه كده؟ لازم نبعده عن البيت قبل الساعة 9، قبل ما يوصل عودة. وهي الساعة معاك كام دلوقتي؟ الساعة 8 يا فندم. طب اطلع له. حاضر. لسه نايم؟ تحب نسيبه نايم؟ لا، لازم يصحى دلوقتي. يا استاذ ما تخافش ما تخافش. حصل ايه؟ اتفضل معايا. اتفضل معاك على فين؟ انت مش كان نفسك يتحقق معاك؟ اي نعم انا كان نفسي يتحقق معايا، بس ما عنديش استعداد يتحقق معايا الساعة 8 الصبح. معلش يا سيدي، الظروف حكمت بكده. ظروف ايه اللي تحكم بكده؟ انا مش فاهم حاجة ابدا. اتفضل يا استاذ ما تعطلناش. ما عطلكوش عن ايه؟ اتفضل معايا بالذوق. بقول ايه؟ ما فيش داعي للعنف، الحلم سيد الاخلاق. هتفضل معاك ورايا. حالا يلا يا استاذ. ما هو ايه؟ ما احنا لسه قايلين انه سيد الاخلاق. كفايه حفلطه يلا. اتفضل اتفضل. مرحبا عمي، ست كهرمان مستنياك. مرحبا بيك أجدع راجل. جميلك ده هيفضل على راسي من فوق قدامي، وسع لنا الطريق. حاسب حاسب. عندك كانك انت اهو. خدوا عليهم وخدوهم على فوق. شكرا يا ولد، ألف شكر.
نورت مصر يا ولد العم. مين؟ هتروح مني فين يا عودة؟ مرحوم فريد بيه.